السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية للإخوة والأخوات وإلى جميع متابعين قناتنا، أسعد الله مساكم. مقفيفة ديال رمضان اللي كينتظروها العياشة بالفرح والسرور وكياخدوها مرة في العام، حيت هذاك هو حقهم من الثروة. القفة ديال 70 درهم فيها بركة، وما ولاوش كياخدوها من خزينة البلاد، لا، الله يخلف غير على ولاد الشعب اللي كيساهموا بالتبرعات. وكذلك كاين واحد المساعدات كتجيهم من عند الامارات والكيان الصوص، كيخرجوا يقسموا القفه على الشعب المكبوت. وهذا العام دخلت معاهم فرنسا، الام الحنونه اللي معروفه بحمايه النظام العلوي. لاهم فرنسا بقى فيها الشعب الفقير وخرجت تبرع عليهم بالقفه. اش رايكم يا العياشه؟ شكون هما ولاد فرنسا؟ واش نتوما ولا الجزائر؟ ها العاري لما تجاوبوني. وفينا هو هذاك الاقتصاد والتطور، والمغرب مشى بعيد والمغاربه كلهم عايشين بخير، ومالك البلاد كيتهلا فيهم وكيوفر لهم العيش الكريم. واش اللي عنده هادشي كامل في بلادو ينتظر من الامارات والكيان الصوص وفرنسا يتبرعوا عليه بالقفه باش يدوز رمضان؟ انا هادي بغيتكم تفهموها ليا، للاسف عييت ما نحاول ندخلها في راسي، ما بغيتش تدخل ليا. صدعتونا بهذيك الهضره اللي درتو عليها الضجه في المواقع التواصل الاجتماعي والقنوات العرضيه ولكم. المغرب تسيطر على فرنسا، فرنسا تتخوف من اقتصاد المغرب، المغرب تقوم بالهيمنه على فرنسا، هوبل السادس يروض قصر إليزي، المغرب هو من يتحكم في امن الغذاء العالمي. هذا الكلام كله اللي خسرتوا عليه الملايين باش تروجوه في المواقع وتكذبوا على عباد الله، وفي الاخير كنلقاو فرنسا بقى فيه هذاك الشعب الفقير اللي ما عندوش حتى باش يدوز رمضان، دارت فيه الخير وتبرعت عليه بالقفه. ومالك الحساس ديالهم رحب بهاد الصدقه وقبلها من عند ماماه فرنسا، حيت عنده فيها الرباح. وميزه جات لفمو ما خصوش يرفضها، وفرنسا حتى هي عارفه هاد الصدقه كاين موراها ربح كبير، ما تبرعت عليكم في سبيل الله. ميمي 6 عنده ما يمضي على اتفاقيات تخص بله بالاموال البلاد، هادي عارفينها وكلكم عارفينها يا العياشه. القفه ديال 70 درهم اللي عطاتها لكم فرنسا، نوعدكم هذيك القفه غادي ترجع ليها بعشرات الاضعاف، ومحسوبه عليك يا ايها الجاهل المكبوت. الدوله ديالك ما قدرتش حتى توفر لك القفه من جيبها، كيفاش انت بغيتها توفر لك السكن والعمل والسبيطارات والمدارس وتخدم لك الطرقات في المناطق المنسيه؟ ما يمكنش، وعمرك ما تنتظر منهم يديروا لك شي حاجه. ها هي ازيلال عندها غير نهار ولا يومين بسبب الطريق اللي ما كاينش، والهشاشه حافله في منعرج الديفيات مشاو فيها 10 اساتذه وتلاميذ ماتوا، والاعلام الزباله اللي عندكم مشاو نشروا الخبر وقالوا السبب هو تهور السائق، ما قالوش السبب هو الطريق اللي ضايعه، والدوله عمرها ما فكرت دير شي اصلاحات تما، لا. وجوه الدل مشاو مسحوا هاد الجريمه في السائق ورجعوه هو اللي متهور، وبغاو يحملوه المسؤوليه. وعلما هذيك الطريق اللي كاينه في ازيلال راه كل عام كيموتوا فيها العشرات من الناس، والدوله عمرها ما تجرأت او مشات دارت شي مبادره وخدمت هذيك الطريق. علاش؟ لان هذيك المناطق كلها منسيه وتبقى منسيه الى الابد، والنظام العلوي هو اللي سماها بالمغرب المنسي، وعمره ما يخدم هذيك المناطق. والله العظيم يبقاو مناطق معزوله الى الابد، سماوها بالمغرب المنسي انتقاما في سكان هذوك المناطق، حيت كاين واحد الحساب قديم بين العلويين وهذوك المناطق، ومازال كيدفعوا الثمن الحساب الى يومنا هذا. نزيدكم واحد المعلومه الخوت ربما كاين بزاف الناس ما عارفينهاش. هاد القفه اللي كتعطى في الزريبه شكون اللي عندهم الاولويه؟ اصحاب الاولويه هما ارمله الا كانت زوينه، مطلقه الا كانت زوينه، وحتى متزوجه الا كانت صغيره وتجلب النظر. هادو عندهم الاولويه في القفه. علاش؟ لان هادوك الناس المعنيين بتوزيع القفه كيطلبوا منهم المقابل اللي هو الجنس. هذه هي الافعال ديال هاد القوم اللي كيدعوا بانهم مسلمين. في رمضان كيوزعوا القفه مقابل الجنس، بغيتي القفه لبي لي داك الشيء اللي طلبوا منك، اما الباقي
هادوك الناس الكبار كيطلبوا منهم 50 و60 درهم باش يعطيوهم البون. هذه هي الطريقة اللي معروفين بها في توزيع القفة، زريبة ديال الفوضى وصافي. والنظام ديالها مجرد سعاي وكينتظر من إسرائيل وفرنسا والإمارات يعطيوه المساعدات. بالله عليكم واش هذه دولة؟ شوفوا معايا هذا الفيديو. الشعب المكبوت يدعي للإمارات على القفة اللي صدقتها عليهم. قراءة الفاتحة على روح الطاهر للمغفور له الشيخ زيد طيب الله طره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر له، اللهم اسكن فسيح جنته، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعله مع الذين أنعمت عليهم يا رب العالمين. اللهم تقبل صدقاته وصلاته وصيامه وجميع أعماله يا رب العالمين. الشيخ زيد المغفور له، اللهم كل ما أنفق أولاده اجعله في ميزانة حسناته يا رب العالمين. اللهم بفضل هذا الشهر العظيم اجعله مع الذين أنعمت عليهم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعله في جوار المصطفى يا رب العالمين. اللهم بلغ ثواب ما أنفق أولاده إلى روح الطاهر للمغفور له الشيخ زيد طيب الله طره. اللهم اكرمه بلقائك يا ديان. استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. أعطه جميع ما سألناك به في السر والإعلان، وزد من فضلك الواسع بجودك وكرامك يا رحيم يا رحمن. ودعاء على سمو الشيخ بن زيد الهاني ولي عهد أبو ظبي. والله الخوت كي نشوف منظر بحال هذا كنحس بالأسف، وفي نفس الوقت كيجيني الضحك، ما عرفتش علاش. هم كيبكي وهم كيضحك. حتى اليهود نهار اللي عطاوهم القفة ناضوا العياشة قالوا لهم الله ينصركم ويخليكم لينا. باش تعرفوا مزيان هاد العياش تقدروا تشريوه بكل سهولة، مستعد في أي لحظة يغير دينه ويبيع الشرف ديالو مقابل عطيه غير ما ياكل. قفيفة ديال 70 درهم تكفيه، اعطيها ليه ورجع ديالك ودير فيه ما بغيت وما تلقى معاه حتى مشكل. إلا عطيتيه 1000 ولا 2000 درهم هنا عرف باللي يجيب لك عائلته كلها يرجعوا دياولك. أما إلا عطيتيه مليون ناري ناري، السيد يبايعك هو وعائلته ويرجعوك سلطان ويقولوا لك عاشا ويبوسوا لك يديك ورجليك ويهزوك في العمارية ويشيروا عليك بالورد. الشعب مستعد يبيع نفسه وما عندوش مشكل. كاين المرأة كاين الراجل بحال رخاص في الثمن. سوق النخاسة مازال موجود في المهلكة العلوية ومازال عندهم البنادم كيتباع تما. والدليل يا كاملين البارح شفتوا الفيديو ديال الوزير الفلاحة يودع المغربيات اللي باعوهم لإسبانيا باش يمشيو يخدموا بغلات في مزارع الفريزة مقابل 8 أورو في اليوم. هذه تعتبر أكبر صفقة ديال الإهانة والمدلة. قولوا لي يا العياشة واش كاينة شي إهانة أكثر من هذه؟ وعندي واحد السؤال آخر بغيت نطرحها عليكم. مادام وزير الفلاحة مشى شخصيا يودع هادو 16,000 مغربية اللي مشاو يخدموا في إسبانيا، كاش ما بعت معاهم شي جمعية خاصة بمراقبة وحماية هاد المغربيات ولا طلقهم بلاش مشاو بوحدهم؟ يلا تفضلوا جاوبوني ولا ما عندكمش الجواب؟ السؤال شوية محرج. تفضلي يا إسبانيا بالصحة والراحة عليك 16,000 مغربية ديري فيهم ما بغيتي. المهم غير تهلاو بشوية فلوس نعمرو بها جيوب الملك باش يرضى علينا. نظام ما كتهموش كرامة المواطن، كيهموه الفلوس.
وهذه تعتبر واحدة من أكبر الجرائم في التجارة بالبشر. يا اللي وليتو كترأسوا على مجلس حقوق الإنسان، لو كان جات هذيك المنظمة ديال حقوق الإنسان منظمة نزيهة وصاحبة قانون، كاع ما تعطيكم كرسي عندها، وانتوما الولا اللي تشارعكم في المحاكم الدولية وتخلي درجة بوكم بسبب الجرائم اللي كتمارسوها في حق الإنسانية المجرمين. الله ينعل اللي ما يحشم. هذا هو الفيديو ديال اليوم الخوت، تحياتي للجميع ولقاؤنا في فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم.